نحن هون I don't know أكيد عاملينها بالعالم العربي مثل AMC A list. أكيد بتعرف ال AMC A list سامع عنه إنه طيب عفوا جينا على الجرح. ستوب بقى يعني السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لسه مكملين في السلسله بتاعت هنتفرج على ايه، واللي فيها بنجهزكم لاصدارات الشهر الجديد. وكل حلقه كده زي ما انتم واخدين بالكم بيكون عندنا ضيف عزيز عزيز على قلبي، وبيكون مهم. وكل الضيوف اللي انا بجيبهم واللي بيكونوا معايا يعني مشكورين، انا بكون بحبهم جدا. وما مين كانش ده؟ ينفع ما كانش ينفع نعدي السلسله دي من غير ما يكون معانا الاستاذ الكبير والمنتج العظيم والكاتب الكبير الاستاذ فيصل سام شعيب. مستر فيصل، يا عمي أكيد في حدا تاني جاي بعد يعني المقدمة. هلو مستر فيصل. أهلا أنا الأحمد حبيبي. ثانك يو. عامل ايه؟ مقدمة كتير أكبر من المحتوى. حنفاجئ هلا العالم يعني خلي التوقعات تكون انت أقل. مش فاهم انا فرحان قد ايه اصلا بالحلقه دي، مش فاهم. يعني انا بحب حبيبي قد ايه، فيعني انا متاكد كمان ان الحلقه الناس كلها هتحبها. هنتكلم عن افلام شهر 5 شهر مايو، وعندنا يعني شويه افلام حلوين بصراحه. الرقم كبير، مش قليل. بس قبل ما نبدا انا عايز اسالك سؤال. انت بتحب يتقال عليك المنتج ولا الكاتب اكتر؟ يمكن المنتج، لانه هيدي يعني المهنه والاكثر التخصص الكتابه هوايه يعني. وبكتب انا بحس حالي بكتب بس لما يكون شغله خاصه عربيه او لبنانيه، بس بقدر انتج اي شيء برات الكتاب يعني. عرفت؟ فعشان هيك كمنتج يمكن اكثر بتعرف عني يعني. يا اوكي، يعني انا مش هقدر اشيل منك صفه الكاتب، علشان احنا اوريدي شفنا كليمز كده من من الكتابه في قصه. بس خلاص هنحط منتج الاول. حبيبي يا لا انت ما تقول لي لا، لو بتقول بلا لقب اساسا بالمره بيكون افضل يعني. ما بدي القاب القصه يا باشا ما تقولش كده، يا باشا ما تقولش كده كمان باشا. طيب عندنا ايه الشهر ده؟ عندنا افلام كتير. عايز تبدا منين؟ نبدا ب The Devil's Wear Prada 2، لانه اول واحد نازل هو اقرب شيء يعني. اول مايو نازل عنا، ويمكن قبله بكم يوم كمان. فتحوا باب الحجز واخر اوريدي شيء عندنا، فخلاص يعني ممكن يكون الويك اند. ممكن يكون الويك اند ده. وانت حضرت الجزء الاول؟ اتفرجت عليه زمان، اتفرجت عليه مره او مرتين زمان، ولسه عامل له ري واتش من كام يوم. ويعني يا اخي الفيلم فيه سحر غريب، انا مش فاهمه يعني. انا حبيته طبعا قبل كده. بس فكرتي عنه كان بقالي فتره كبيره قوي ما شفتوش. انا فكرتي عنه ان هو فيلم عظيم، فاهم؟ وبعدين لما اتفرجت عليه تاني، فيلم حلو جدا، ما يعني محدش يفهمني غلط، فيلم ممتع جدا يعني، ولا غلطه. بس بسيط قوي يعني، بسيط بسيط. حتى الامكانيات البادجت كانت كتير اصغر بكتير من ما هلا عملوا. قصه بسيطه جدا ولاين متوقع وشخصيات بس انت قاعد مبسوط. انت ما بتحسش بالوقت. طبعا يمكن الابطال ليهم سحر، لانه كمان هو يعني التجميع حاجه يعني فظيعه، حاجه خيال. يعني حتى ايميلي بلانت كانت صغيره وقتها، بس يعني تشيز ايميلي بلانت يعني مهما كان. تمام. فهي التجميعه ممكن هي السبب. انا بقول لو كان كاست تاني غير الثلاثه دول، ممكن كان الفيلم ما يعيش كده، وما يبقاش بالاهميه ديت، وما يبقاش بكل ده. ويمكن ده اللي مخليني متحمس لجزء تاني، ولو اني انا مش عارف هما بيعملوا ليه جزء تاني يعني. لو انت عندك I think هو ديفينتلي قصة الكتاب خلصت. انا هيدا يمكن انا لما حدا يسأل، بتعرف اوقات كتير العالم تسأل اي فيلم كان احلى من الكتاب، which is قليل جدا ما تكون عندك اجابة لهالشي. دايما الكتاب افضل. ب The Devil's Wear Prada الفيلم احلى بمليون مرة. الكتاب سيء بشكل مش طبيعي، الكتابة سيئة، السرد سيء، ما حبيته ابدا. انا وقتها قريته قبل لما عرفت الفيلم نازل. انا كنت احب اقرا انه لما اعرف هيك، فقريتها قبل بفتره قصيره، وشو القرف
يعني ما حبيت ابدا القصه تعملوا وما فيلم ليه؟ تشجعت. ايه بس الفيلم بالعكس يعني ضوى على افضل نقاط بالقصه الكتاب وهالدايناميك بالكاركترز، ومثل ما قلت الكاست يعني كان فظيع. والسنه زايدين عليه جاستن ترودو، حيلعب دور حدا بليونير ابيرنتلي، يعني مثل جيف بيزوس وهيك، دخل بعالم المجلات والميديا. اوكي. وكانث برانا كمان انا which بحب is great انا addition. بحب انا كمان. كثير بحبه كمان، انا كمان. وشباب جداد يعني سايمون اشلي وكيلب هيرن، انا كوميديا كثير بحبه. وعندهم كمان لوسي لو، ما حدا عارف بعد هلا شو دورها، بس انه لعب دور مهم apparently. فام اكسايتد يعني، متحمس كثير للفيلم، متحمس شوف شو حيعملوا جديد، انه شو القصه بعد، وين حتروح. ف هو واضح ان هم ما اعرفش يعني ده انا ما عنديش معلومه، بس واضح ان هم عايزين يكبروا العالم شويه. مهم. بص انا في كل الاحوال شاري بصراحه. يعني اصل انت لما ايه تقول لي ميري ستريب وان هاثاواي وايميلي بلانت راجعين تاني ستانلي توتشي وستانلي وتوتشي، توتشي وكلهم، يا بحب توتشي جدا برضو، خفيف انا جدا كمان جدا على يا قلبي. فانت مرجع لي الكاست كله، مرجع لي المخرج، يعني انت فاهم قصدي. غالبا في التجارب اللي زي ديت دايما حد او واحد او اتنين بيقعوا وبيقول لك لا احنا مش مكملين. ففكره ان هم اتحمسوا وراجعين بشخصياتهم دي بصراحه لوحدها تبيع يعني. هيعملوا هو ايه؟ الفيلم ايه يعني الحلو فيه كمان انه I think became cult following صار عنده بعدين. لانه اول ما نزل بتذكر كانت يعني الورلد وايد بوكس اوفيس كان 326 مليون which is good لفيلم بادجت تاعيته كان تقريبا شيء 70 مع البرنت والادفرتايزنج وكل شيء. ف فانه كان منيح، بس مش انه يعني كسر الدنيا لانه هيدا وورلد وايد. بس بعدين اي ثينك على العرض بالكيبلز وبالتيفيات وبالهيك بيكيم اكبر، وصار عنده كولت فولوينج. صار كل ما حدا يقابل ميريل ستريب وان هاثاواي واميلي بلانت اخر 5 6 سنين يسالون وهم في امل لا لعبوها كتير في الاوسكارز ايه وفي الحفلات في الحاجات دي، لعبوها بالضبط مرتين بالضبط. تقريبا او كده. اها ودايما كان في هنت. دايما كانت بتجيب يعني. Hi, Meryl. I love you. Why doesn't she have her cappuccino? Did you get her cappuccino? I thought you were going to get it. Look how she's smiling as though it doesn't bother her. Such a good actress. exactly. الناس حابه دايما تشوفهم مع بعض، وحابه دايما تشوفهم بيتكلموا على الفيلم. ويمكن انا برضو خد بالك يعني اصل الفيلم الاولاني كان بسيط جدا جدا. اوكي. فانت لو عملت لي فيلم تاني بنفس البساطه، اوكي، مع بس الكاست يعني مع بس الكاريزما بتاعت الكاست والجلو بتاع الكاست، الموضوع ممكن يشتغل جدا. يعني اصلا انا مش داخل اشوف حاجه، فاهم قصدي، انا داخل اشوف حاجه عميقه، مش داخل اشوفهم بقى هيعلوا على مش عارف ايه ازاي. هو الموضوع اصلا كان بسيط. I think that حينجح الفيلم بهذا الشيء، انه نفس الكاست، انه بدهم يشوفوا وين صاروا. وكتير في ناس بتفوت عشان الفاشن، وهو انا نسيت، كنت ناسي، انا هم بطلع على الريسيرش عن الفيلم انه كان نومينيتد لبست كوستوم ديزاين ولبست اكترس ميريل ستريب بالاوسكارز. وصراحه كنت ناسي انه ديد. ميريل ستريب بتترشح على اي حاجه تعمل. ميريل ستريب بتترشح كتير وانس اللي هي موجوده. يعني هو صراحه امين، يعني انا شاري. انا متحمس جدا ومتحمس. وهقول لك حاجه، الفيلم ده يعني يستحمل ويستحق بادجت زياده، وان هو يبقى اكبر. عارف قصدي، زي اللي هو عالم الفاشن وعالم الاضواء وعالم يعني الهاله ديت هتجيب معاه. فاهم قصدي، لو صرفت فيه اكتر هيبان، هيبان عليه اكتر. صرفوا اكتر بكتير. يا تقريبا البادجت 100 مليون بلا البرنت والميديا which is يعني ميك ات بدك تقول تقريبا يعني 200 مليون البادجت مع كل شيء. ف I think بيعملون I think they'll get their money back. من هلا في sold out screenings يعني so they will be fine. yeah. فانا متحمس جدا للفيلم. وزي ما كنت بقول لك متحمس هيعملوا ايه، ومتحمس بس انا اشوف الثلاثه بصراحه. يعني بالضبط.
بس والانتراكشن مع بعض وهيك يا وخصوصا بعدين هلا صار عندنا ان هاثاواي منه وفينا مثل ما صارت اخر لحظه يعني ف ان شاء الله اي هوب سو. لا وايميلي بلانت That's بقت important. وايميلي بلانت بقت اكبر وبقت يعني كمان هم ايه بقى خبره اكتر هيوج ستار بالظبط. فاعتقد الموضوع يعني محمس و... و... انا وسين دايركتور نفس المخرج كمان هيجي حلو منيحه وحلوه بالظبط. سو فانا انا موجود يعني فاهم. انا شاري ديفيد شاري من فرانكل دلوقتي ومتهيألي ناس كتير ايه انا تبقى مشتريه يعني. يا واي ثينك نزل نفس الوقت عنا كمان نحن نفس اليوم اظن عنا نازل انيمال فارم اللي هو انيميتد فيلم. اوكي انا ما شفتوش عندي في السينمات بس يعني هو اوكي يعني اوكي ده يعني قصدي ممكن ما يبقاش ما يحطلهوش حجز مسبق يعني عادي ممكن قبلها بيوم ينزلوه او حاجه. انا شفت التريلر لما انت قلت لي عليه. انا ما كانش عندي اي فكره عن الفيلم ولا عندي اي علم بيه يعني. بس هو أهمية الفيلم يرجع للنوفل تاعت جورج أورويل اللي هي 1945 واحدة من أهم الكتب يعني اللي فيها political satire لهلا يعني العالم تقراها. أظن انعمل مرتين قبل فيلم ب 1954 و 1999 انعمل فيرجنز عن Animal Farm. يقال إنه هيدي الفيرجن اللي هو أندي سيركس اللي هو اللي عملها الدايركتور تاعها. هيدا اول فيلم انيميشن له بس رابع فيلم بعد فينوم ونسيت شو كمان عامل اندي. بس انه سو بيقولوا انه بسطوه للفيلم شالوا منه البوليتيكال هافينس تاعيته خلوه اكثر على فكره انه الانيمالز بهالانيمال فارم عم بيثوروا على صاحب الفارم. كان قبل هو الموضوع كله بوليتيكال ساتاير وعم بيحكي كان جورج اورويل عن كل التقلبات السياسيه بالحقبه الزمنيه اللي كان فيها وهو بيطبق لهلا يعني اذا بتقرا الكتاب فظيع. بس عم بيقولوا هيدا الانيميشن سلس فما بعرف. انا gonna watch it. انا I love the book ف we'll see. يعني انا الكاست يعني الكاست حمسني شويه. ايه مين في بالكاست؟ سيث روجن. وانا يعني انا روجن بحبه جدا. ايه بحبه ايه انا جدا كمان يعني او بحب الكوميديا بتاعته وبحب بحب العباطه بتاعته عارف انت I agree. اوكي. ف يعني انا مش عارف. انا شفت التريلر او يا في جلين كلوز وودي هارلسون وكيرن كولكن وجيم بارسون وودي هارلسون واندي سيركس. احنا بنحبه لسبب غير معلوم. يمكن علشان سيزون موهوب كتير الزلمه يمكن عشان سيزون يعني فاهم قصدي. وبنحب يعني انا دايما بحس ان احنا عايزين ندعمه فاهم قصدي ازاي. عايزين يعني نقف كده معاه اي مشروع عليه اسمه الناس بتاخد منه. بس انا شفت التريلر بصراحه ما وقفتش عنده يعني فاهم. هو حسيت فيلم عادي وطبعا ده مش معناه اي حاجه. التريلر ساعات هلا البادجت هو الفيلم فور انيميشن البادجت صغيره تقريبا 35 مليون حتى الاستوديو صغير استوديو صغير واندي ما بعرف قد ايه حيكون يعني عندهم بس اوقات يعني بيطلع قصه كتير حلوه من الاندي انيميشن ويل سي مليون في المية. بس انا ستايلي الانيميشن نفسه ما عجبنيش. عارف انت انا في حاجات كده في النهارده يعني حتى يعني مش شرط عشان البودجت يعني الستايل نفسه فاهم. في حاجات كتير الستايل انيميشن في حاجات كتير قوي اندي شفناها وكانت يعني روبوت دريم مثلا. اوكي كان عظيم. كان يعني كان حلو قوي. ستايل انيميشن المره دي ما شدنيش قوي. بس يعني هنشوف هيطلع معانا ايه. والشهر ده عندنا انيمال فارم وعندنا فيلم تاني بيدور في المزرعه برضه. ايه مظبوط عندنا ذا تشيب غريب تشيب ديتكتيفز is so weird. غريب هالفيلم. حاسس يعني عن جد حاسس هو فردتت يعني كان شارب شيء يمكن. هلا هو بيست عن كتاب الكتاب مشهور يعني بتصور يعني it's a mystery I think. نسيت مين كاتب الكتاب بس it's based on a book novel by ليوني سوان. so الغريب القصة التريلر يعني I was like بس I'm gonna watch it يعني حمسني. بس انه بنفس الوقت انه
غريب. هو شوف يعني انا لسه كنت بقول لك التريلر بتاع انيمال فارم ما بعليش الموضوع ده، العكس بقى تمام، اللي هو سيم. ايه اللي بيحصل ده؟ الناس دي مجانين ولا هم فعلا هيعملوا مجانين؟ الكاست از انسين. يس. يعني هيو جاكمان واما تومسون، بعدين عندك الاصوات اللي هن الشيب، براين كرانستون، يس. جولي لويس درايفس، باتريك ستيوارت. يعني تخيل انه كل هول حيكونوا غنم. ريجينا هول، بيلا رامزي، مان مولي اي لاف جوردون. يعني اتس انسين كاست. يعني الفيلم يعني هو هايبريد انيميشن ولايف اكشن، وهذا الشيء معمول قبل من زمان، يعني من كذا سنه. عاملين كذا تجارب منه ونجحت، في منه ومنه لا. بس حسيت لانه هو دانت اتس لايك ميستري، it might be interesting. انا كثير متحمس احضر الفيلم. انا افلام التحشيش دي بحبها. افلام حشيش. الناس اللي تحس ان هم ايه جايين ينبسطوا دول، انا 100%. انا بحب اتفرج عليهم، لان حتى لو الفيلم مش قوي يعني، فاهم قصدي، حتى لو الفيلم مش واو، بس الفايب دي والطاقه دي مسلي بصراحه. يعني كان في ناس من قريب جدا في فيلم اسمه بيتزا موفي، مش عارف شفته ولا لا. كيليب هيرن في هذا تاع سترينجر ثينج. فهيك بالظبط. ما شفت الفيلم بس I know what you're talking about. يعني هو الفيلم مش واو، بس مجنون. وانا الخط ده بيعجبني، اللي هو بحس الناس اللي جايه تعمل افلام عشان تتبسط ديت، انا يعني بحبها، بحب يعني انا وهو ريفرشنج. يعني لما تشوف انت كمان كتير افلام تيجي جونرا فيلمز، اوكي you can expect what's gonna happen، لما يجي شيء هيك خارج السرداب يعني بحمس شوي لتشوفه تعرف شو عم بيعمل. عايز بس اشوف هيعمل ايه بالظبط وهيعملوا ازاي. وزي ما بقول لك انا في افلام ببقى عايز هموت وابقى انا موجود وهي بتتصور، عارف انت بتتفرج على الفيلم وعايز تشوف هم كانوا بقى عاملين ازاي ورا الكاميرا. I know. فانا متحمس جدا للفيلم ده، علشان الهبل ده، علشان الجنان اللي هو ايوه اتس بي جي، يعني عاملينه بي جي، ووقته ساعة و50 دقيقة تقريبا. so it's good. اتمنى يتعرض عندنا، لان خلاص دلوقتي الواحد بقى اي فيلم بيتكلم عليه بقى بس I think حيتعرض لانه بي جي، يعني شو بده يكون فيه، وبعدين هيو جاكمان فيه وهيك. I think بيتعرض ان شاء الله. اتمنى you will never know، عارف انت. مظبوط. كل حاجة غريبة. طيب عندنا الفيلم الرابع لمخرج انا بحبه وزهقت منه. مين؟ جاي ريتشي. اوكي. انا in the Grey. in the Grey. انا بحب جاي ريتشي جدا يا فيصل، يعني ما عندكش فكرة قوي، بس خلاص بقى عارف انت. يا up and down جاي ريتشي منه consistent يعني داون كتير جدا. انت عارف انا هو عمل فيلم السنة اللي فاتت حاجة فاونتن، مش حاجة كده، انا ما اتفرجتش عليه. اوكي انا ما اتفرجتش عليه. الفيلم اللي قبل منه كان عامل برضو فيلم مع هنري كافيل، انا دخلته سينما. يعني انا للحد ده بحب، يعني فاهم للدرجة اللي بحبه، وبس احباط، عارف انت ازاي. اللي قبله كان مع جاك جان هيل، ذا كوفننت تقريبا او حاجه كده، دخلته برضه سينما، كان اوكي، كان كويس مش وحش، بس كويس يعني انت فاهم، اللي احنا لو بنقيس على مخرج صغير او على حد بنحاول بس تعدي ان هو يرجع تاني او حاجه، مش عارف. لا هلا بتحسه كمان جاي او جيريتشي اي ثينك بيقولوا له او جاي anyway جاي ريتشي اللي هو بيعمل نفس الفيلم مرارا. يعني بتحس السيستم تاعه او يعني صار عنده بصمه، صرت بتعرف انه this is a gay Ritchie film. حتى لو انه ما عرفت مين المخرج، وفي اكيد يعني القصص اللي كتير حلوه اللي عملها was fantastic، وقصص داون. انا بالنسبه انا ما بنطر افلامه يعني، بس انه هيدا I think it might be interesting. يعني في شيء interesting فيه، بس انا عندي تخوف واحد منه، لانه مؤخرا تقريبا باخر سنتين ثلاثه صار في general consensus لكل الاستوديوز من امريكا
specifically ومن بريطانيا كمان انه it's really true في نقص كتير كبير ب الشباب والبنات والصبايا اللي حابين يدخلوا للاف بي اي والسي اي اي نسيت شو اسمها تاعت بريطانيا ام 5 اي ثينك M6 اها ام 6 هولي نفس الفكره تاعت هولي يعني الاف بي اي والسي اي اي قلت نسبه العالم اللي بدها تدخل فكان في تحفز انه يصير في مساعدات بالتاكسز مساعدات بانه ريبيتس اذا بتعملوا افلام بتأرجي قد ايه اتس كول قد ايه تشل ومسلسلات عشان هيك انت عم تشوف اخر 3-4 سنين كثير افلام ومسلسلات اخذ محل بهذه المواقع we all got that memo ف عندهم المتحدة زينا 100% بس على صعيد يعني بيقولوا لهم انه اذا بدكم انتوا احرار بس يعني اوقات بيكون في يعني مين هيكره طيب بالضبط انه انسنتيف فاي ثينك عندي خوف صغير انه it might be like that لانه it's about an elite operation تحت الهيدا وبعدين كلهم كول هنري كافيل جاك جيلنهال روزموند بايك يعني جيسون وونغ انه في جود كاست إيزا غونزاليس في جود كاست يعني و it might be fun و I think it's like 98 minute يعني ساعة ونص الفيلم يا دوب بتفوت وبتظهر يعني هلا ار ريتد ما بعرف شو حيصير عندكم اذا حينزلوه ما بعرف بس انا حسيت انه فيلم منصات مش فيلم سينما عارف عارف لو ما الكاست كان راح منصات يعني لانه يعني الكاست لانه بلاك بير برودكشن يعني دلوقتي مش فارقه والله حتى الكاست الناس دي بتعمل دلوقتي منصات وبتعمل كل مظبوط فالموضوع مش انا حسيته فيلم منصات مش متخيله فيلم سينما يعني جاي ريتشي بالنسبه لي انا بالعكس انا شايف ان هو تخلى عن اسلوب اللي هو بدأ بيه اللي كان في بدايته حاسس ان في حد راح له كده وقال له بص يا ابني علشان تعرف تشتغل في امريكا ما ينفعش اللي انت بتعمله يبدو الفيلم على فكره بريطاني اي ثينك انتاج شركه بريطانيه يعني if I'm not wrong يعني I might be wrong بس هو يعني فاهم قصدي اللي هو ايه حد قال له ان انت عشان تشتغل وعشان تنتشر وعشان ما ينفعش اللي انت بتعمله ده وواضح ان هو صدق في الموضوع ده يعني فاهم اللي هو خلاص مكمل وهو بعدين ما شاء الله عليه فيلم كل سنه ده يعني مينيمم ايوه مينيمم زي ايه مثل اللي عندنا يعني مثل المسلسل تاع رمضان بيكون هو ذاته كل سنه يعني بالظبط فبس تاني اعتقد هتفرج لان مش بس بقى ريتش دلوقتي كمان عندنا كاست بصراحه محمس بس حتى لو نزل سينما ممكن يعني ما اعتقدش قوي ان انا ممكن ادخله سينما يعني بس يعني هنشوف اتمنى لا I'm gonna watch it in theaters و it's يعني بدي اشوف انا عندي لانه لما اقدر احضر بالسينما دايما الجواب سينما لانه التجربه دايما انا عارف المشكله ان دلوقتي الوقت يعني بالنسبه لي الوقت بقى اقل وبعدين مش كل شيء بينزل عندكم انتوا والاوقات مش دايما بتناسب مثلا في الشهر مرتين 3 انا عايز ابقى عارف كويس قوي المرتين 3 اللي انا هروحهم علشان بالضبط وعندنا نحن هون اي دونت نو اكيد همينا بالعالم العربي مثل اي ام سي اي ليست اكيد تعرف الاي ام سي اي ليست سامع عنه انه طيب عفوا جينا على الجرح ستوب بقى بنطلع البطاقه وينها ستوب الديجيتال طيب فهيدي بتساعد انك انت تفكر شاوت اوت ساره عشان قعدت شاوت اوت لساره 7 سنين بس اللي ايه it makes difference man عن جد وقت تطلع انت تقول you know what I'll go see it انا خلص شوف بتفرق يعني it makes a difference ما عندناش الحاجات ما عندناش طيب خلص من خلينا بعد اذنك يا استاذ فيصل خلينا قبل ما نكمل هستأذنك بس ان احنا ناخد فاصل صغير هنروح بالاقمار الصناعيه للفنان الكبير الاستاذ شربيني علشان يقول لنا اصدارات السينما المصريه في شهر 5 طب دي حاجه جميله فاصل سريع وهنرجع تاني يلا شربيني ازيك الحمد لله ايه الاخبار الحمد لله حبيبي انا سايب فيصل هناك لسه موصل لك السلام الله يسلمك خلينا بقى نشوف عندنا ايه من اصدارات السينما المصريه الشهر الجاي
ماشي، اولا برضو لازم نوصل السلام لفيصل، فانا جايب معايا شنطه ارزه حضرتها عشان برضو ايه ننقلها له. عندنا الشهر ده كتير، واو، معنى كلمه كتير يعني احنا عندنا براحتك 5 بقى، افلام. وقول بقى الافلام اللي نازله في السينما براحتك. خلاص من الشهر ده قول ايوه بقى كل خلاص الافلام بقى اللي في السينما اللي نازله الغمه على انزاحت. الرابع. خلاص مش هحط موسيقى حزينه بعد كده. ايوه صح. والله احنا عندنا في السينما هنبدأ يوم 14 مايو بفيلم أسد لمحمد رمضان، تأليف خالد وشيرين ومحمد دياب وإخراج محمد دياب. والفيلم ده يعتبر عليه هايب كبير جدا. الفيلم ده بقاله 3 سنين بيتصور وبيتحضر ومونتاج وإيديت وصوت وكل حاجة، وهو بيناقش فترة القرن 19 وقت العبودية، عن أسد اللي بيقرر إنه يثور على العبودية. والفيلم فيه كوكبة يعني من النجوم، مش قال لهم يعني أولهم محمد رمضان، بعد كده ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش، وناس كتير قوي من السودان، محمود السراج، مصطفى شحاتة، كامل الباشا من فلسطين. ففي كوكبة نجوم في الفيلم ده غير ضيوف الشرف اللي احنا غالبا هنتفاجئ بيهم في الفيلم نفسه يعني. فأنا متحمس جدا. ده أسد. أنا مش من فانز محمد رمضان، بس الفيلم ده تحديدا عندي ثقة كده في ثنائية محمد دياب واخواته، او ثلاثية محمد دياب واخواته، ان هم عاملين حاجة يعني ان وهم انا يستاهلوا، هم هتبسط. يستاهلوا الثقه بصراحه لغايه دلوقتي. على يعني هم بالظبط. يعني مشاريعهم كلها يعني محترمه يعني. ما يتهيأليش ان انا اه في بروجكت شفته ليهم ومخيش يعني. يعني على الاقل، على الاقل مش يعني عشان بس مش عايز ابقى باوفر، بس على الاقل بيبقى فيه مجهود محترم، بيبقى فيه بالظبط. فكره جديده، بيحاولوا يعملوا حاجه مختلفه. مظبوط. ودي يعني بالنسبة لي تحدي. هو نزل يوم 14 مايو، نزل قبل العيد تقريبا 10 ايام تقريبا عيد او 12 يوم، يعني لو اسبوعين بالملي يعني عشان نبقى دقة يعني. فهو هيلحق يعمل له كده برضو قرشين حلوين قبل الفيلم قبل زحمه العيد. قبل زحمة العيد. والفيلم الأهم يعتبر في العيد هو 7 دوجز. اوكي. 7 دوجز لكريم عبد العزيز وأحمد عز، فيلم من تأليف محمد الدباح، عن قصة لتركي آل الشيخ، وإخراج بلال الفلاح وعادل العربي، مخرجين باد بويز 3 و 4. أنا مش متحمس نهائي ده كان سؤالي الفيلم ليك، ده. هل فعلا اه حاسس ان يعني هو ممكن يبقى؟ لا يعني انا ما أنا مش شفتش انا ما متحمس شفتش التريلر بصراحة. بتاعه حتى. اوكي. أنا شفته من كتر ما اتعرض في السينما. شفت لقطات صغيره كده منه يعني امم فاهم. مش اوكي، مصروف عليه، واضح الصرف، بس بالظبط. الدنيا بتلمع بزياده، عارف. قوي. ايوه فاهم قصدي. بيبقى فيه كده حد كده لما بنعديه الموضوع الفلاش بيضرب جامد قوي يعني في عينيك. احنا في التريلر الاولاني شفنا مونيكا بيروتشي، سلمان خان، يعني ده ناصر القصبي. فاللي هو ده التريلر الاولاني، ده غير اللي في الفيلم. فانتوا يعني انا مقدر جدا يا جماعه الحاجه الحلوه، ومقدر ان احنا عايزين نعمل حاجه، بس البهرجه الزايده دي بتقلق ما انا يعني. بالظبط والله يعني. شفناها. انا بحب كريم عبد العزيز قوي. احمد عز ما عنديش معاه مشاكل، بحب له حاجات كتير قوي. نفس الكلام. بس يعني خلينا يعني لو فرضا ان م. الفيلمين قصادي، اسد وسيفن دوجز، الاثنين هختار منهم واحد ادخله. هدخل اسد وانا مغمض. مع ان شوف بالظبط سبحان يعني. الله، الكاست بتاع سيفن دوج انا بحبه اكتر بكتير قوي مثلا من رمضان. انا برضو انا فرق مش فان السما. رمضان، انت فاهم قصدي. بس سبحان الله م. المشروع نفسه او فرق المشروعين بقى هو ده اللي ممكن يخلي كفة اسد بالنسبه لي تبقى اهم. انا فاهم البوش اللي هتبقى على الفيلم بتاع سيفن دوجز اوكي. وهو ميعاده يعني ان هو ينزل في العيد ده برضو قرار ذكي يعني. عارف انت اللي هو م. الهايب بتاع العيد والفايبس بتاعت افلام العيد وكده. بس هنشوف. مش متحمس بصراحه مش هخبي عليك يعني، ولا ولا انا مش متحمس. الحقيقه برضو انا انا نفس الكلام يعني. لو عندي فرصه او وقت اكيد هشوفه. بس لا ممكن برضو اروح لافلام تانية. ما بالظبط. وبعدين بيني وبينك انا كمان لسه طالعين من التجربه بتاعت بروجكت اكس ما هي لكريم. انا دي التجربه اللي قلقاني يعني. اكتر ويعني تجربه فاهم، قلقاني هي بروجكت وبرده اكس. كان مصروف عليها وكان بس يعني ما لا، كانت حاجه صعبه قوي بصراحه. خالص. مش يعني مش متحمس خالص.
ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه، بس يمكن يعني عارف انت في حاجات بتخلف معانا يعني، بالظبط. الاقي ناس كتير بتتكلم عليه، الاقيه عامل يلا عامل دوشه، الاقيه بتاع مش عارف ايه، فندخل نشوف. بس غير كده ما اعتقدش يعني. بعد كده عندنا نكمل بقى في سلسله الافلام المصري الجميله. عندنا كده فيلم احنا مكملين في افلام العيد ايه. صح؟ احنا لسه ده في افلام العيد، انا خلاص دخلنا كده موسم العيد 26 مايو. عندنا لسه 3 افلام. اوكي. موسم دسم مش قوي. عندنا أزمة لأحمد داوود اوكي. وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقي ازمه ولا في ازمه؟ الفيلم إزمة. ازمه صح. يعني أوكي. أنا صح، انا بعاني بسأل. مع الاسم، يعني أنا ازمه بعاني مع الموضوع. ازمه. اللي هي إزمة يتحرك يجده، اللي هو السلوجان بتاع الفيلم يعني. الفيلم عن رواية لمحمد صادق، وهو التجربة الأولى إخراجيا لمحمد صادق كمان. وانا قلقان يعني، انا مش من فانز محمد صادق ولا من فانز روايات محمد صادق. انت شايف اه التسلسل بتاعه عامل ولسه ازاي؟ يعني ولسه في يعني حاجات انا عك تانية. انا هبته الاولاني بحبه. انا مهم. حبيت هبته الاولاني. اوكي. انا كده كده ما قريتش روايات، ما قريتش ولا يعني ما قريتش روايه هبته. بس حبيت الفيلم. بعد كده دخل عشان هو مش ماشي على الرواية يعني الرواية ما مش زي فاهم. الفيلم. دخل وائل حمدي اللي كاتب الفيلم. هو بعد كده لقيناه كتب السيناريو بتاع الجزء الثاني. انا ما اتفرجتش عليه لسه، بس يعني مهم. ردود الافعال واضح كانت عامله ازاي. لا ودلوقتي صح. هو بيخرج كمان. ف ايه يا معلم؟ يعني يعني وانا قريت الرواية قبل كده من سنين يعني، اوكي. وفاكر انها كانت حلوة او يعني تمام مقبولة يعني، بس انها تتحول لفيلم لا، حاسس ان فيها مشكلة. على فكره انا يعني بص، انا يعني الكونسيبت ده في حد ذاته انا ما عنديش فيه مشكله. بالعكس انا نفسي احنا كل سنه يبقى عندنا روايتين ثلاثه بنحولها لافلام. اوكي، سواء بقى روايات قديمه او روايات جديده. بالعكس ده سورس احنا المفروض نبقى نهتم بيه اكتر من كده. بس يعني ليه يعني ليه مصمم تعبي الشريط بصوتك؟ فاهم قصدي؟ صح. يعني انت خلاص، انت يا عمي انت كويس في منطقه. اوكي. ورواياتك اتعرفت وليك، ويعني وفي ناس كتير قروها، وفي ناس كتير قدروها، وفي ناس كتير بيحبوا عدد منها على الاقل. ليه؟ ما اعرفش بصراحه، مش عايز اظلمه قبل ما نتفرج على الحاجه يعني. لا لا اكيد بس اكيد. يعني الفكره نفسها، فاهم قصدي؟ انت عايز تعمل ايه يعني؟ نجرب. ما يعني انا هو شايفها كده. يعني فاهم، كتبنا سيناريو، طب مش عارف ايه، طب يلا نخرج. ماشي اوكي، الفيلم الجاي بقى هتنتجه وهتمثله. مش بعيدة يعني، ما اعتقد مش بعيد. هو ده كده، هو ده ده التدرج التسلسل. الوظيفي. ايوه بالظبط. فيعني برضو كمشروع انا مش متحمس بصراحه. لو انت عندك بقى يعني حاجه في القصه، حاجه في ما وراء الكواليس ممكن تحمسنا، قولها لنا بس. يعني هو الفكرة القصة ان هي بنغوص في ذكريات احمد داوود في الفيلم، اللي هو عيسى الشواف. هو شخص بيكتب رسالة لنفسه في المستقبل، او وهو صغير بيكتب رسالة لنفسه يقراها في المستقبل. حظه انه بيقراها في عيد ميلاده ال 30، في اكتر وقت سيء ليه في الحياة. وبيحاول انه يرجع يستكشف الاحداث اللي كانت موجوده في الرساله، ويقرا الحاجات اللي كان بيحلم بيها، البنت اللي كان مرتبط بيها وقتها. فهي رحله غوص في عالم عيسى الشواف يعني. هو داود ولا اي حاجه. هو داود عنده كام سنه؟ داود عنده 43 سنه. مش ماسك هو في دور الشاب التلاتيني بقاله فتره صح؟ حاسس ان الموضوع شويتين زاد شويه مش كده؟ انا بس يعني دي, شويتين. دي اول حاجه يعني، انت في كل الكلام اللي انت قلته ده دي الحاجه. يعني دي الحاجه اللي هو بتاع ده هيبان لان الفرق بينه وبين سلمى ابو ضيف يبان. في عيد ميلاده دي ال 30، مشكلتي وبعدين دي يعني. بقاله فتره فاهم، بقاله فتره في المنطقه يعني دي متهيألي. هو ماسك الحته بتاعت هنيدي كده، اللي هو هنيدي المفروض الشاب يعني المكافح. حاسس ان المفروض يعديها ده، المفروض يتخطاها. هو كان معديها في رمضان في المسلسل بتاعه، ولا ما اتشافش ده خالص يعني. كان عامل ايه في ما رمضان؟ ينفعش نقول كده.
بابا وماما جيران. بص انا نسيت اصلا اوكي. كان معديها، كان اب يعني، فلو اب الاطفال في سن ولاده بجد، فكانت طب يعني منطقية ما شوية. فاهم قصدي، المفروض يعني بقى ان بس في السينما هو لسه متمسك في الشاب التلاتيني آه. الحلو الجميل. ده حتى مش 30، انت بتقول بيقفل 30 يعني، انت فاهم ده انت يا في معلم نهاية يعني. 30. ماشي برضه هنشوف، ما اعرفش انا متهيألي كمان آه، يعني توقع يعني ان هو هيخيش جامد. هو اصلا انتاج منصه اسمها شوفها، فاعتقد ان هو هيتزق بس كده اوكي اسبوعين 3 وبعد كده ينزل ويتعرض على ديجيتال طول. يعني. اوكي ده ايه ده يعني ايه هيكمل. شوفها دي منين؟ دي منصه كده كانت، دي مصريه. مصرية اوكي. كانت تبع اتصالات زمان، بعدين اتغير اسمها لشوفها، بقت بتعمل مسلسلات رعب قصيره كده محدش بيشوفها خالص. اوكي عكس اسمها تماما محتاجين يعني نشوفها بصراحه. يعني. محتاجين نشوفها جدا يعني، محتاجين نعرف ايه اللي بيحصل جوه. طيب جميل. الفيلم ايه بقى الثالث في افلام العيد؟ الرابع. الرابع. الرابع الثالث في افلام العيد. يعني التالت في افلام العيد اه بالظبط. هو دويتو يعني رائع. انا حاسس انا اوكي، انا حاسس انت رايح فين. هو شمشون ودليلة، اوكي، احمد العوضي ومي عمر، تأليف محمود حمدان وامجد الشلاوي، واخراج رؤوف السيد مخرج الحريفة. ده يعني فيلم كده المفروض ان هو حاجة على غرار اللايت رومانتك كوميدي يعني. واحد جارد وحبيبته وبيحاول يساعدها وينقذها يعني. طبعا ما يعني الافكار ليها اجنحه. خلوها تطير بقى. يعني هنقول ايه طيب؟ ده هو كده الفيلم خلص يعني. انا ما عنديش حاجه اقولها على الفيلم والله يعني يعني ماشي، ما هنشوف. هنشوف هو اخر يعني. فيلم ليه كان الاسكندراني تقريبا صح؟ اسكندراني اوكي. من سنتين او 3 سنين. ماشي يعني ومي عمر اخر فيلم ليها كان مع محمد رمضان اللي هو هارلي. هارلي كانت هارلي طالعه كمان في فاصل ايه، لا مش فاصل، كان في الفيلم اللي اسمه طويل آه بتاع بتاع محمد بتاع صادق. محمد صادق لسه، بتاع محمد صادق مش كده؟ اللي هو بيدور في ليله واحده، ده اسمه ايه يا مش مني؟ اسمه الطويل كده، مش عارف ايه، في يوم ما، لحظات في يوم ما، ولا يعني بعد بضع لحظات في يوم ما. ايوه بضع لحظات في يوم ما، اللي كانوا كلهم لابسين اسود فيه كده، وكانت عامله اسود فيها راقصه باليه. بس ده كان متصور قبل هارلي يعني، ده كان متصور قبليه بشويه حلوين، بس هو ما اتعرضش يعني. هو فيلم وحش عموما يعني. اه دي اوكي. حقيقه. ماشي العوضي ومي عمر الهاربين من الموسم الرمضاني. بالظبط. فهنشوف او مش هنشوف يعني، بس او يعني مش هنشوف هنسمع يعني. ده هيعملوا واللي ايه. جاي مش هنشوفهم يعني. هنسمع هيعملوا ايه. واخيرا وليس باخرا لسببين، انه ممكن حاجه تتشال من الافلام دي وممكن حاجه تدخل من الافلام تانية. احنا لسه قدامنا شهر، فاحنا ممكن انا نعزم اي حاجه. متهيألي قرار الساعه 9 ده خلاص ما بقاش شغال. لا اتلغى دلوقتي خلاص. اوكي. رجعنا تاني لمواعيد عاديه لحد الساعه 1 بالليل يعني، مفيش جميل مشكله يعني. جميل. فممكن حاجه تتزق تاني في الشهر ده، في اول مايو في نصه قبل العيد اوكي. اوكي. يعني ممكن حاجات تتزق شويه، ولسه موسم الصيف ده هنتكلم عنه في اوقات كتيره. حلو. بس عندنا فيلم كوميدي صرف، وهو فيلم ولاد العسل. ولا حد سمع عنه، انا اكتشفت الصبح وانا بسيرش يعني عشان ابقى صريح. ده بتاع الفنان القدير علي ربيع. اوكي هو يعني ماشي اه لسه بيعمل افلام والله، انا يعني علي ربيع حقيقي ومحمد انور وبيومي فؤاد وانتصار والله وليله احييهم كبيره قوي يعني. على المثابره. يعني اخراج احمد عبد الوهاب، ومش مش اللي بيمثل. اوكي مش اللي مش اللي بيمثل، لا بيكتب، هو مش اللي ده بيمثل وبيكتب، مش اللي بيكتب، لا احمد عبد الوهاب ده عمل مستر اكس بتاع احمد بتاع فهمي. احمد فهمي اوكي. انا شفته وتأليف احمد، فيلم وحش. اكيد فيلم شفناه. وحش. وتأليف احمد سعد والي اللي هو من مؤلفين اللعبة. اوكي يعني هو نفس الكاتيجوري بتاع الكوميديا دي يعني، احنا فاهمين يعني. وفي عندنا بقى منصات، بقى حاجات على المنصات اوكي. يعني. انا متهيألي ده ممكن يبقى برضه اه فيه كام حاجه مثيره للاهتمام. يعني هو اللي احنا كنا اتكلمنا عليه الشهر اللي فات ما نزلوش. ايوه ده ما بنقولش بقى، ما بنقولش الكلام ده. انا صريح. محدش خد باله. ال 150 واحد اللي اتفرجوا مش هياخدوا يعني فاحنا هنشفت نفس الافلام: بنسيون دلال، انغام القط،
والست، بس الاكيد ان الست قبل العيد يعني على شاهد ده خلاص في ميعاد ولا لسه برضو قريبا؟ الميعاد انه ينزل 25 مايو وقفه العيد. ده اوكي. اوكي. يعني وكمان انضم فيلم بقى للقائمه، اعتقد هينزل في خلال الكام يوم الجايين دول، ممكن على اول مايو. هو فيلم دخل الربيع يضحك، وده جميل. فيلم اوكي. جميل حلو قوي. جدا. حلو قوي. انا يعني متحمس الفيلم ده كان اتعرض، ده لازم تشوفه، احنا كلنا شفناه. خلاص بقى، ما يعني ولو ان يعني مش خلاص ولا حاجه، يعني الافلام دي مش هتيجي، يعني النوعيه دي من الافلام كده مش هتجيني. فبس يعني بس الحمد لله. بس الحمد لله. احنا اللهم كنا فين؟ اللهم لا اعتراض. انت بكره تروح سفاح التجمع. ماليش دعوة. ايوه انا عايز بكره، ريفيو بعد بكره نازل تسمع تجمع بعد بكره اشوف ريفيو سفاح التجمع ويجي بس ويجي ماليش بس. دعوة. لازم يتشاف خلاص، احنا هنحرق. نازل على ايه طيب؟ دخل الربيع يضحك نازل على شاهد. على شاهد. طب حلو قوي. اوكي. خلاص يعني هو نازل رسمي يعني خلاص في خلال الكام يوم الجايين دول يعني. طيب يبقى احنا كده عندنا دخل الربيع يضحك شاهد، دخل الربيع يضحك شاهد، والست شاهد، انغاب القط، يانجو، انغاب القط ويانجو، هو وبنسيون دلال. يعني انا بنسيون، انت مش عارف ليه مصمم على بنسيون دلال ده؟ انا يعني اكيد في حد في الدنيا بيحب. مش عارف اصلا. انت المره اللي التركيبة فاتت دي. اصلا، انت الحلقه اللي فاتت قلت بنسيون دلال وانا مش عارفه، فانا تمام. وبعدين أيوة. وانا باديت فبجيب البوستر بتاعه. عرفته. ايه يا شربيني ده؟ ليه يعني؟ ننقل ليه؟ لكم الحدث كما حدث يعني معروفة. فيعني ما علينا، ماشي اوكي. فكده هم تقريبا زي ما هم، ودخل معانا هو زاد عليهم فيلم. دخل الربيع يضحك. ان شاء الله هيتعرضوا بقى المره، يعني تالي ان شاء الله. العيد يعني وبتاع. خلاص موسم عيد يعني عندنا اكيد في منهم فيلمين هيتعرضوا يعني، ده الاكيد. انا متهيألي الست خلاص. متهيألي الست مش هتأجل اكتر. هو انتهى خلاص يعني. وممكن هو خلص لفته يعني، خلص لفته في المهرجانات، وممكن نغاب القط بنسبه كبيره، ودخل الربيع خلاص يعني. طيب حلو قوي. حلو قوي. يعني برضو الديجيتال فيهم حاجات. لا فيهم حاجات محمسه. نص الشهر الاولاني كله ما فيهوش حاجه سينما، صح؟ لا يعني ما فيش اي حاجه نازله، في حاجات لا مش مصري يعني، حاجات عربي زي كان يا مكان في غزه، هينزل 1 مايو. اوكي. انا الفيلم ده كان عدى عليا هنا في مهرجان الدوحه، بس ما لحقتوش. كان في كلام عليه كويس. كان في كلام عليه هو كويس. لطيف يعني. كان في كلام عليه كويس. وهينزل مملكه القطن، ده فيلم مغربي. مملكه القطن. مملكه القطن. اوكي. هينزل 6 مايو. بعد كده خلاص بقى الافلام كلها بتاعت العيد. هي التريحه اللي قبل العيد دي عموما. يعني احنا اشتغلنا شويه. هيفضلوا يعرضوا شويه في برشامه وبتاعه كده لغايه ما هو خلاص يعني دول على اول 7 هنلاقيهم ديجيتال يعني بالكتير. بس اول 7 ده كتير كمان يعني. حلو قوي كده. حلو قوي. طيب موسم عيد الاضحى اعتقد هيكون سخن. مش حاسه على فكره هيكون سخن يعني هو في منافسه. مش عارف، حاسس العيد اللي فات كان افضل شويه. يعني شويه. كان افضل شويه، بس يمكن اسد هو متهيألي لو كان دخل هو هيتزق في العيد كده، وهيفضل يتعرض لغايه وقت العيد. لا هو مكمل. هو فرصته احسن ان هو مزقوق من قبل العيد بالظبط يعني. فهو هياخد البوش الاولانيه ديت، ومتهيألي هيفضل مكمل في العيد. فهنشوف ايه اللي هيحصل. كل سنه وانت طيب مقدما يا استاذ شربيني. وانت طيب يا حبيبي. كل سنه طيب. يعني شكرا على هذه التغطيه الشافيه والكافيه والوافيه. وهسيبك بقى ونروح نشوف قاعد مستنينا هناك لسه. يلا بينا حبيبي. سلام يا شربيني. فيصل، رجعنا لك مره تانية. شكرا لشربيني، وخلينا نكمل. شكرا يا شربيني. خلينا نكمل اصدارات السينما العالميه في شهر 5. يلا. عندنا ايه اللي جاي؟ في حوالي تقريبا 22 مايو في ستار وورز، اكيد مكمل بالسلسله، بس الفيلم هلا ذا ماندلوريان اند ذا جروجو. كمان لوكس فيلمز، وهالمره باك لجون جون فافرو اخراج. وانا مني كتير يعني، انا ستار وورز بتصير معي مثل ستار تريك فيلمز، كل مره بينزل الفيلم I end up watching it، بحضره يعني. بس تعال قل لي مين بين مين، خي مين عم مين، اي كوكب، اي ولا بتذكر. I only watched them maybe one time يعني، كل فيلم يعني. انا متهيألي ده اول فيلم الماندلوريان عموما. هو كان عنده مسلسل. كان مسلسل على ديزني بلس. مظبوط.
احنا عموما اعتقد يعني ان ستار وورز في العالم العربي عندنا مش يعني مش فيفورت، ملهاش مشاهدين كتير اعتقد. really يعني يعني مش هاري ممكن. بوتر مثلا، فاهم قصدي ازاي؟ مش يعني في ممكن. سلاسل. انا ستار وورز شفتهم مؤخرا جدا، يعني من 3 سنين مثلا حاجه كده. جبتهم من الاول كده، شفتهم كلهم، ورحت متفرج على المسلسلات اللي نزلت، ومنهم ماندريليان شفت منه موسم او 2. ايه بس زي انت ما بتقول وقفت، يعني بعد بقى ما عملت كده، يعني بعد ما وصلت ان انا خلاص بقى ان انا معاهم بقى، بدل ما كيب اب بقى باللي بيحصل، لا سيبته يعني، فاهم؟ ما اتفرجتش بقى لان هم انتاجاتهم كتير جدا. كل سنه على ايه الاقل في فيلم ومسلسل ولا هلا مسلسلين. I think هيدا صار لهم امتين اخر واحد نزل، هيدا صار لهم كفيلم، صار لهم فتره شوي لما مسلسلات كتير مسلسلات قوي. كتير. ايه مسلسلات كتير. والعالم مرتبط، يعني العالم مرتبط ببعضه، فاهم قصدي ازاي؟ ايه وحاجات كتيره قوي. وزي انت كده ما تقول، انا حتى بعد ما خلصت، بعد ما اتفرجت عليهم، انا برضو مش عارف مين مع مين ومين ضد مين ومين. بس I think it's interesting انه هيدا كمان اول فيلم لجون فافرو معهم بستار وورز يونيفرس. وجون فافرو يعني بصراحة كمخرج لبيج بادجت يعني ينوثق فيه، مثل سمول فيلم، مثل ذا شيف مثلا وغيره. انا بحب قوي، انا بحبه وبحب الحاجات اللي هو عملها. اه بس انا مشكلتي مش معاه هو، انا مشكلتي مع ال التايتل يا نفسه، فاهم قصدي؟ ايه لان ايه على فكره انا حبيت ذا ماندريليان، انا اتفرجت على موسم او 2 والله، انا حتى مش فاكر، متهيألي هو 3 مواسم، انا اتفرجت على 2. انا حبيته، انا حبيت القصه بتاعته، وحبيت اللي حصل، وحبيت جروجو، وحبيت يعني ما كرهتوش. بس مش ما هو انا دلوقتي عشان اتفرج عليه محتاج ارجع اعمل ريكاب للتو سيزونز، واتفرج على مثلا الثالث او اشوف له، لا فاهم قصدي؟ الموضوع لم كبير، فاهم قصدي؟ إيه. ومش سهل في متابعته، يعني انا عارف مارفل مثلا الموضوع ابسط. وانس ان انت مظبوط. اتفرجت على الفيلم بتاع مارفل، انت خلاص انت عرفت مين فين، لو اتفرجت دلوقتي على حاجه انت هتفتكرها، فاهم قصدي؟ في هارد كور فانز يعني، لا هيدا يعني انا مثلا حتى هلا مثلا نازل بماي، انا يمكن بشوفه باخر جون ليكون رايق الهجوم عليه، لان مش هروح على الثياتر اول يعني اسبوع بيكونوا كله لابس كله عامل بيبقى وعايش جنان. اللحظه. وانا يعني I don't مثل ما قلت I don't relate يعني ما بيعني لي الموضوع. بس اكيد بحس يمكن بالعالم العربي معك حق ما كتير ستار وورز، لانه لما بلش باك ان ذا 70s وال 80s لما كان بعزوا ستار وورز ما كان عندنا متاحات كتير الافلام الاجنبيه بكل سينمات العالم العربي كله، الخليج وغيره. فغير سلسلات مارفل وهيك لما انه كانت بعدها لا كانت في مبلشه بالظبط. بعز الانتشارات السينمائية، سو يمكن هذا الشيء أثر. بس اي ثينك آخر فيلم كان بال 2019 لستار وورز اللي هو ذا رايز اوف سكاي ووكر، عمل الفيلم وقتها 1.07 بليون بالبوكس اوفيس. فهيدا هو نجاح مضمون يعني، اي فاهم قصدي ازاي؟ يعني هو انت هو ضامن مثلا 500 مليون ولا 700 مليون كده اي من اكيد من لازم قبل ما يبدا، انت to make فاهم؟ back the budget اكيد. فهم يا نجاح مضمون طبعا. بس زي ما بقول لك، المشكله ان انت محتاج اللور بتاعهم اعمق من كبير اللازم فاهم؟ يا محتاج تركز فيه قوي، ومحتاج تذاكره، ومحتاج تعرف مين كان مع مين، ومين قلب على مين، ومين عمل ايه. بس اعتقد يعني اي حد مستثمر في السلسله وفي اللور بتاعها يعني هو اكيد بيعيش الفتره الاخيره ديت، سواء مسلسلات ده او افلام، بيعيش يعني فتره ايه شيء حلو هلا انه اتس بين وايل. والحلو كمان انه بنفس النهار عنا نازل فيلم تاني هيدا سبيكينج اوف افلام خارج السرداب كومبليتلي، وافلام شوي مجنونه، اللي هو اي لاف بوسترز. اي لاف بوسترز لبوتس رايلي اللي هو اساسا يعني مجنون، اللي عامل سوري تو باذر يو. هيدا تاني فيلم له. و هيز فيري انترستينج هذا الانسان المخرج يعني. و انا يمكن قابلته مره بساندانس ببانل. هي واز فيري فيري انترستينج وذكي كثير. كان بنفس الوقت طلعت على التريلر لانه انا ما كنت كثير سامع عنه الفيلم. I was like, what the hell is happening? I'm in. ايه
والكاست حلو كتير. كيكي بالمر، انا بحب لاكيث ستانفيلد، نايومي اكي، ويل بولتر، دون شيدل، دامي مور، يعني هيوج ايزا كاست. جونزاليز كمان معانا دي. لا واضح ايزا جونزاليس اجين هير، منتشر. هيوج كاست. ايه فايتس انترستينج الفيلم، وانترستينج انه عاملينه التون تاعه هيك كمان كريتيكال على السوسايتي، وفي شيء كمان يعني سمول بادجت فيلم. انا ديمي مور بيرنا متهيألي ديمي مور هي مش كده؟ ديمي مور موجودة صح؟ انا شفتها داني مور كده، is in صح؟ it. داني مور is in it. is in it. yeah. I think يعني she's support يعني هيك مشاهد بسيطة. بس it is يعني you know Neon is distributing it to Annapurna Pictures. Annapurna عندهم قصة معقدة جدا كشركة إنتاج، بس إنه هلا عم بيرجعوا شوي إنه هن كانوا من أكبر، هي بنت بليونير، وهي she's very talented producer، وعملوا أفلام كتير فترة كبيرة، أفلام أوسكار وينرز وكل هيدا، ورجعوا فشلوا فشل ذريع وأفلسوا وقدموا على إفلاس، وشوي بعدين عم ترجع هي تبني شوي الشركة. So it's interesting to see إنه عم بيختاروا هالأفلام يعني كمان خارج السرد، خارج السردات مثل ما بيقولوا. فيا I'm looking forward. I love boosters. انا I'm كنت looking اول مره forward. اسمع عنه منك لما انت قلت لي خلينا نتكلم عنه، وشفت التريلر بتاعه قبل ما نسكر على طول. ايه ده؟ انت اللي هو بتيجي تاني الناس دي. yeah. مجنون. I don't know إذا حينزل بالعالم العربي، ما بعرف إذا يعني حينزل. ممكن ابصر أشوف. بشرة ان هو لا. تمام. فلما بقى ينزل ديجيتال في شهر 6 ولا في شهر 7 بتفرجوا مظبوط. عليه، او ادخلوا شوفوا التريلر دلوقتي. شوفوا ايه عن جد see the trailer والله. الجنان والالوان يا هتلاقوا حاجه مجنونه جدا. فانا ديفينتلي مستنيه. يعني من اللي انا شفته بس من التريلر لغايه دلوقتي حاجه بصراحه تخليني متحمس ايه جدا. انا كمان. حلو قوي. واخر الشهر في بعد في كذا فيلم هو نازل، لا بنرجع بنحكي عنهم بسرعه، بس في فيلم كبير شوي كمان بالكاست تاعه. الموضوع شوي يعني من عاد الورد وور 2، ايزنهاور بس اتس انترستينج. اندرو سكوت، براندن فريجر. الفيلم اسمه بريشر. الفيلم نازل اخر مايو، عن 72 بالظرف. هو بيست اون بلاي. هو كان مسرحيه على الوست اند، يعني البرودواي تاع لندن. الوست اند اتس فيري يعني، ومسرحيه اخذت ضجه وكانت حلوه يقال. فهلا انعملت فيلم باي وركينج تايتل استوديو كانال. البادجت تاعيته كان تقريبا شي 40 مليون which is not bad بهديك المنطقه. وفي ديميان لويس، كريس ماسينا، اندرو سكوت، براندن فريجر، كاري كوندن. يعني جريت كاست. هيستوريكال بوليتيكال دراما، شيء غير يعني، وما كتير صيف. اتس نوت تيبيكال اول الصيف ينزلوا هيك شيء. ووقته مش طويل، ساعه ونص، ساعه و40 دقيقه. ايه لانه هو كل الفيلم هو 72 ساعه. هو بياخد انه انت عم تلحق 72 ساعه اللي صار. سو هلا ايه اي ثينك ال 100 ساعه المدوا ل 100 عملوه على 100 دقيقه. فاتس انترستينج لنشوف كيف عملوه. ان شاء الله ما يكون في بروباغندا، يعني دائما بهالافلام انا بخاف انه يكونوا they're sneaking in بروباغندا معينه يعني. بس we'll see. الكاست از انترستينج. انا بحبه كثير لاندرو سكوت. ما هو بصراحه الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون هتبيع لي الفيلم ده هو فعلا الكاست بتاعه. ايه وبراندن فريجر كمان. وشفت التريلر انت؟ حضرت التريلر؟ يعني اتس امبرسيف. انا بصراحه من اللي شفته اللقطات والمشاهد لا واضح في شغل يعني، في انتاج محترم. بس هي الكلمه اللي انت قلتها برضو في بدايه الكلام ده، افلام الحرب العالميه الثانيه الواحد بقى خلاص. متكررة بس لأنه كانت بلاي، لأنه كانت مسرحية يعني. حاسس إنه حتكون أكتر على الشخصيات وسدلة أكتر من إنه شو قصدي، لأنه كيف عملوها مسرحية على ستيج يعني، وهلا فيلم. so
it might be something different عن اللي شفناه عن الحرب العالمية الثانية. So we'll see. والوقت بتاعه إنه يعني مدة الفيلم نفسها مش صغير. فبرضه دي حاجة بتحمس يعني، أو مش بتحمس، بتشجع، اللي هو خلينا نشوف هيحصل ايه. مش فيلم 2.5 3 ساعات يعني عشان بالضبط. وجانرا تاني غير الافلام على الصيف اللي حكينا عنها، يعني كان في كوميدي، كان في social satire, action, drama. So this is different. This is على political war film. So خلينا نشوف، هنتفرج عليه ونشوف يعني، الكاست محمس زي ما قلت لك، فيستاهل ما يستاهل ان احنا نبص عليه بصه. عندنا شويه افلام هنتكلم بقى عليها كده مع بعض بسرعه. اوكي. بس قبل ما نبدا عليهم، يعني قبل ما نبدا نتكلم فيهم، انا بس يعني عايز اقول حاجه سريعه جدا. في يوم 1/5 هينزل الفيلم القصير بتاع اليوتيوبر محمد فريد. فريد يعني انا بعتبره صديقي، وهو صديقنا من الكوميونتي بتاعه الفيلم بتاعتنا. فريد يوتيوبر جميل جدا، وعنده آراء محترمه، وهو شخص جميل، شخص محترم، شخص بيحب يساعد وبيحب يدعم. وعمل الفيلم بتاعه فيلم قصير اسمه كونفولوتد، عامله من حوالي 4 سنين، وهيعرضه يوم 1 مايو في القناه بتاعته. برافو. اوكي. قناه اليوتيوب بتاعته، كونفو موفي. اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه. يعني انا يعني فريد لا هذا خلص، اذا اجى الريكومنديشن منك احمد اكيد هنحضره يا ريت. يعني فريد يوتيوبر اكبر واهم، وان شاء الله هيبقى كمان. بس برافو، هيدا اول فيلم له، اول فيلم ليه. بالظبط. برافو. ده يعني احنا في العادي بنتحمس للتجارب اللي زي ديت من للناس اللي بره، ولما بنشوف يوتيوبر عامل فيلم جديد بنتحمس وبتاع كده. بس بجد يا ريت تتفرجوا عليه. فيلم هيكون متاح على القناه بتاعته على اليوتيوب عادي جدا، يعني هنلاقيه، مش هنتعب وراه ولا حاجه. اتفرجوا عليه وقولوا رايكم، وقولوا لفريد رايكم. ويعني انا شايف ان احنا لازم ندعم التجارب اللي زي ديت، وان شاء الله تكون بس بدايه المشوار ليه يعني. فشاوت اوت فريد، ويعني اتمنى ان احنا كلنا نتفرج على الفيلم بتاعه. طيب، عندنا بقى شويه افلام كده زي اللي كنت بقول لك عليها، هنجمعها كده بسرعه. وعايز ابدا بمورتال كومبات 2، الجزء الثاني من مورتال كومبات اللي كانت عمل 2021. نجح كتير كمان. انا فاهم اي تريقه بتيجي على سلسله الافلام دي، اوكي، لان هم عملوا فيلمين في التسعينات 95 و97، وكانوا حاجه بدائيه، يعني افلام بدائيه جدا، بدائيه حتى على وقت انتاجها. يعني مش انا بقول لك النهارده ان هي افلام بدائيه، لا، لو قارنتها بافلام اتعملت في نفس السنه بتاعتها هتلاقي الموضوع صعب قوي. ما عنديش اي فكره ليه الرخص في الانتاج ده، يعني ليه كان في حد خد قرار ده وهي بحاجه رخيصه بالشكل ده. بس انا مورتال كومبات بالنسبه لي نقطه ضعف، مش عشان جوده الافلام ولا عشان جوده خالص. انا اول بس ما بسمع المزيكا بتاعتها انا يعني النوستالجيا والحنين، وتهالي اي حد كان ليه اي علاقه بالجيمز وهو بيكبر يعني نفس الموضوع. يعني انا حتى الكاركترز لما بيطلعوا قدامي على التلفزيون او على شاشه السينما او كده، حتى النسخ القديمه، الافلام القديمه اللي بقول لك عليها اللي هي معموله بطريقه رخيصه جدا، بس انا ببقى شايفهم في دماغي، عارف انت 2D. انا فاكر هي النوستالجيا بتاعتهم يا بالظبط والموسيقى والفيتاليز وفينيش هم وبتاع. فانا بحب مورتال كومبات، فاتمنى ان الفيلم ده كمان يبقى كويس. اتمنى ان هو يبقى شويه كمان احسن يعني. هلا هو من الافلام اللي ما بتعتمد على الكاست يعني، ولا على الشيء الا على الاسم، البراند تاعت مورتال كومبات يعني. واللي هو who's gonna watch it يعني حيروح يحضره بس عشان هيك يعني. بالظبط. اعتقد يعني في اي حد يعني بيشتم في الافلام انا تمام، مش بس بتهيالي ان هو الموضوع في زي انت بتقول في الاسم نفسه، في البراند نفسه، بالظبط، في الذكريات اللي لينا معاه. فانا بحب مورتال كومبات ومستنيه بصراحه، مستنيه جدا ومتحمس ليه يعني. عندنا كمان عندنا شويه بقى افلام رعب.
اوكي شوية أفلام. هيدا ايه يعني خليه لغايه خلي غيت يعني. يحضرهم ويقول لي يعني. انا المشكله بطلت اسمع كثير من غيت لانه بحب كثير افلام الرعب، يعني انا شو بيقولوا اقل جونرا بحبها بحضرها، بس اقل جونرا بحبها. غريب قوي بيحب افلام الرعب، مش عارف انا إيه. هو غريب فعلا، ظابط غريب كده. لوحده بس انا يعني بستنى انه شوف الكونسنسس تاع الرأي العام انه اوكي كثير حابينه بخش اشوفه، بس يعني تكون عايز تزقني يعني ماشي، عايز دقة. هنزقك ماشي طيب هنزقك. يلا طيب قول لي حينزل ايه. عندنا اول حاجه عندنا فيلم اسمه ويا رب اكون بنطقه صح، حكم او كده يعني. اوكي. اها ليه الفيلم ده انا مستنيه، او انا يعني حطيته في الليست او متحمس له لثلاث اسباب. السبب الاول ان هو ترشيح دعاء صلاح، زميلتنا دعاء صلاح اركيد شوطه. اوكي متحمسه ليه جدا، وطول الوقت بتتكلم عنه وتفرجوا عليه، فهي خلاص نقلت الطاقه ديت اوريدي ليه. لا خلص ايه اوكي. يعني بنوسى بدعاء ورأيها فاكيد. الحاجه الثانيه هو بطوله ادم سكوت، ايه والراجل I يعني love Adam. بالظبط فاهم. الحاجه الثالثه بقى هو المخرج، وهو اسمه داميان ماكارثي، وراجل عمل فيلمين قبل كده وانا حبيت الفيلمين. كان عنده اوديتي، ما هيك ديز اوديتي. اوديتي بالظبط السنه اللي فاتت، Yeah. اللي فاتت Yeah. او قبليها، اخر حاجه ليه يعني كانت اوديتي، وانا حبيت اوديتي، فاهم. حبيت فكرته وحبيت تنفيذه. وكان عنده فيلم قبل ده كمان يا فيصل، كان حتى قبل ما يتعرف، وكان بودجت اقل يعني وفيلم اصغر، اسمه كافيت لو انا بنطقه صح. اوكي وكمان عجبني جدا. يعني ممكن اوديتي يكون اتعرف شويه والناس سمعت عنه شويه، يعني في ناس اكتر اتفرجت عليه. سكافيت ده ممكن يكون ما خدش يعني نفس الحجم في الشهره، بس هو فيلم حلو قوي برضه ترشيح. I think هيدا كمان الفيلم يعني انا حتى يعني هيز ان ايرش دايركتور تصور فيلم بايرلند. فاتس يعني في شيء يعني بقرا عنه اتس انترستينج، وعم طلع لها كمان دعاء ريكومندد يعني كثير، فخلص يعني I'll watch it. This one I'll watch. خلاص يبقى واحد. واحد. اوكي. الفيلم التاني هو اوبسيشن yeah obsession weird انه هلا نازل. obsession كان السنه اللي فاتت صح؟ ايه لانه بتذكر انا كان عندي فيلم لاست يير بتريبكا بنش. بنفس الوقت كان اوبسيشن عم بينعرض بتريبكا فيلم فيستيفال. بتذكره من وقتها يعني، وبتذكر شفت التريلر وبصراحه نسيته. هلا لما عم شوف انت حطيته قلت او ماي جاد هلا نازل. ف جريت انه اخذ ثياتريكال ديستريبيوشن. ذاتس فانتاستيك. انا ما اتفرجتش على حاجه قبل كده للمخرج بتاعه كاري باركر. هو اعتقد ان هو يوتيوبر برضو، نفس القصه اللي احنا بنتكلم يمكن يعني. كان عامل السنه اللي فاتت او اللي قبلها ميلك اند سيريال. حاولت سمعت عنه كتير قوي كويس، سمعت كذا حد بيتكلم عنه، كذا يوتيوبر مره بيعمل ريفيو للفيلم وبيتكلموا عنه كويس قوي. حاولت اوصل له وما قدرت يعني ما عرفتش. بس هول كانوا شورت يعني، هيدا اول فيلم طويل له. بالظبط. هنشوف. ما انا بقول لك ما قدرتش اوصل قبل كده للحاجه بتاعته، بس هي التجربه في حد ذاتها كده عايز اشوف هيكون بيقدم لو برضو عرفنا نتفرج على الفيلم يعني. بس اعتقد فيلم يعني ده هيكون متاح، مش زي الحاجات I think لانه هورر والجانرا الهورر بتنعرض انترناشونال كتير على فكره، من اكثر الجانرات ربحا ماديا للشركات، عشان هيك بنشوفها كتير لانه انتاجها قليل. انت مش محتاج دايما نجم، مش محتاج بالهورر بالظبط، مش محتاج بادجت كبير يعني. اذا عندك الهيدا، وكتير اوقات يعني بيعطوا opportunity للدايركتورز اللي مش عاملين قبل افلام بالهورر اكثر من شيء تاني. يعني صعب تلاقي حدا اول فيلم له يكون بوليتيكال مثلا او بيج درام. لو خدت بالك تقريبا كل اليوتيوبرز اللي بيعملوا افلام بيعملوها هورر تقريبا كلهم يعني لانه التمييز اسهل بالظبط. وبعدين مؤخرا بقوا بياخدوا اوسكار، فيعني مثلا نترشحوا على اوسكارات. يا فاوبسيشن يعني هيكون اوبشن، سواء بقى اتعرض في السينما او لا، حاجه برضو انا مستنيها بصراحه. الفيلم اللي بعد كده فيه باسنجر، اوكي، للمخرج اندري اوفريدال.
لو انا قلت اسمه صح. المخرج ده كان عمل فيلم يا فيصل قبل كده اسمه ذا اوتوبسي اوف جين دو. سمعت عنه لهالفيلم. تحفه، فيلم حلو قوي. عمل بعد والله؟ كده حاجات، عمل بعد كده فيلم تاني دراكولا تقريبا، وكان اي كلام بصراحه. بس ذا اوتوبسي اوف جين دو ده بجد حلو قوي. انا بحب الفيلم ده. اوكي. وهو هذا كمان يعتبر سوبر ناتشورال هورر فيلم هيك، ذا باسنجر. بالظبط. ف اوكي. يعني برضو مش عايز اكون متحمس للفيلم، بس يعني ايه، الراجل انا شايل له ذكرى حلوه يعني هتفرج على الفيلم بتاعه او واو. اوتوبسي اوف جين دو من 2016. يس. يعني هالقد طول لعمل فيلم الثاني. لا عمل حاجه قريب تاني، عمل حاجه عن دراكولا قريب. اوكي. اوكي. كانت اي كلام بصراحه. عملوا كان 23 تقريبا 24 حاجه كده لو انا فاكر صح. ما كانش حلو قوي يعني، بس انا لسه فاكر يعني، لسه شايل له الجميله بتاعت ذا اوتوبسي اوف جين دو. جات يو. ايه لا عامل كذا شغله. يا The Last Voyage of the ديمتري مش عارف ايه. اوكي ده كان دراكولا. هو بنو امريكي المخرج اصلا. ف اندري اوفردال. اي ما بعرف من وين. يا اوكي انترستينج. بتقول لي انت خبرني بقى، ما حاحضر. تمام. خلينا بقول لوحدك. اخيرا بقى، وده فيلم احنا سامعين عنه من زمان، من كذا سنه، وبصراحه انا متحمس له قوي، اللي هو باك رومز. اوكي. ليه متحمس له؟ علشان المخرج بتاعه كين بيرسونز. ده فيصل ده مش شاب صغير، ده ولد صغير. اوكي. يوتيوبر كان عنده 18 سنه 17 سنه 18 سنه بالكتير قوي. اوكي. عنده قناه على اليوتيوب بيعمل زي شورتس كده صغيره جدا اسمها باك رومز. اوكي. حاجه بسيطه قوي يعني هبعت لك. يا سمعت القصه وقتها لما مضيت معه A24. يعني هلا عمره 20 سنه بالظبط. الافلام دي عاملها مثلا من 3 سنين او حاجه كده، فكان 17 سنه. اوكي. والافلام يعني بسيطه جدا جدا، يعني الموضوع كله في الفكره اللي وراها. ف A24 شافوا الفيديوهات على اليوتيوب. حد في A24 دخل شاف الفيديوهات قال له تعالى هنعمل لك الفيلم بتاعك. فالقصه في حد ذاتها اللي ورا الموضوع محمسه جدا. انا بجد عايز الفيلم ده يطلع حلو، بجد عايزه يطلع كويس. الكاست بتاعه يعني جايبين له كاست كويس مش وحش. حاجه يعني لا كاست تشويتال جافور ومارك دوبلاس. يعني اتس ا جود كاست. يعني حاجه برضو ايه محترمه وتقيله. فانا متحمس جدا للفيلم، متحمس للتجربه. رينات از ان ات. رينات كمان ذاتس اميزنج. اوكي. كمان معانا اوسكار نوميني يعني. فكمان التوقيت ممكن يخدمه في الحته دي. طبعا دايما. انا متحمس جدا للموضوع. ولما اتفرجت على الشورتس بتاعته على اليوتيوب وقتها، بجد هي دي الحاجه اللي انا كنت دايما، او اللي انا قلتها واللي انا هفضل دايما اقولها. ويعني لو في اي حد بيسمعنا وعنده شغف، وعنده شايف ان هو عنده موهبه، وشايف ان هو، يا جماعه اعملوا افلام. افلام ونزلوها على اليوتيوب. اوكي. 100%. ماشي. هي دي ممكن تبقى صدفه واحد في المليون. انا ما بقولكش كل يوم A24 هتدخل وتيجي وتقول لك تعالى نعمل لك فيلم، بس it can happen يعني. اهو بتحصل. الولد ده اللي عنده 16 سنه وهو قاعد في اوضته بيعمل فيلم عبيط من وجهه نظره ومن وجهه نظر كل اللي حواليه، اكيد ما كانش في باله يعني ان هو A24 يكلموه وتقول له تعالى نعمل لك الفيلم بتاعك. ليك بصراحة يعني هيدا الشيء ما كان متاح مثلا لإلي لما بلشنا، ما كنت ان اوبشن. لانه we had to go. انا لازم كنت ادخل الراوت تاع الجامعة. يعني عملت الاندرجراد بعدين الماجستير وكله، عشان انه كان بدي ادخل بالطريقة المضبوطة. ما كان في انه نعمل شيء على يوتيوب وحدا يكتشفنا. بدك انت تعمل فيلم تاخده على مهرجانات وهيك بتصير مثل القديم. هلا بشجع يعني وفروا. دايما بقول لهم اوقات للتلاميذ بكون انا بعطي مثلا محاضره انه وفروا المصاري تاعت الجامعه. عملوا اذا عندك شيء، عندك فكره، عندك ويب سيريز، عملوها. بس عملوها. الموضوع دايما في الفكره. على فكره حتى اهم من التنفيذ.
اهم اللي هيبقى بيتفرج على فيلمك 100%. اللي هيبقى بيتفرج على فيلمك الاول هو فاهم كويس قوي ان انت امكانياتك قد ايه، وفاهم كويس قوي دايماً. ان التنفيذ مش هيبقى افضل حاجه، يعني هيبقى فاهم بالشركات الانتاج ما انت ومقدر. بتشوف افوات افلام قصيره، بتكون انت من الفيلم القصير شفت انه هذا المخرج والكاتب عنده رؤيه، يعني انا بقدر اذا اعطيته انتاج افضل، اعطيته هذا بيقدر يعطيني افضل. جيمس عن وان جد؟ جيمس وان النهارده اللي هو واحد من اهم الاسماء دلوقتي في الصناعه، هو بادئ بكده يا فيلم يا مشروع وكتير فيلم مشروع تخرج يعني، مش اكتر من كده. مايك فلانيجن نفس الموضوع. يا اوكي يا ويمكن وقتها زي انت كده بتقول فعلا ما كانش عندهم منصه يعرضوا عليها شغل، ممكن لا قبل كل كده مره يروح الفيلم القصير على مهرجانات يروح ويعدي بيه ولا ما فاهم قصدي هنالك. ازاي؟ يا اوكي يا اشتغل. اوكي اي يا حاجه على فكره دلوقتي هلا اسهل. اعملها، طلعها، مهم. تتشاف ما تتشافش، اعمل اللي عليك واشتغل، يا وبجد يعني هيجي وقتك وهيجي حظك وهيجي يعني القصه وهي بتاعت كتير كمان براكتس لإلك انت كشخص، يعني بتكون عم بتمرن حالك اكثر، ويمكن هي ذات الفكره ما في كتير منهم بيعملوها اكثر من مره. باك رومز از ان اكزامبل، يعني it was done as a series. اذا مش كل الحلقات نفس المستوى، في حلقات افضل من حلقات. وعلى فكره انت ممكن تشوف الحلقات وتقول ايه العبط ده، يعني انا ما بقولكش اه الموضوع مش يعني فاهم قصدي، مش ولا فانسي ولا بتاع، وحتى الفكره ممكن ما تدخلش دماغك او حاجه، بس مش دي الفكره، مش دي القصه. يا الفكره ان حد شاف حاجه في الولد قال له تعالى اقعد على كرسي المخرج وانت عندك 17 18 سنه. ف يا اوكي انا عارف ان هو الموضوع ممكن كان يبان فيري تيل وبتاع كده، بس حصلت. بتصير حتى بالعالم العربي بتصير. اي ثينك عندنا نحن بلبنان صارت كذا مره انه يعملوا ويب سيريز، واظن اذا ماني غلطان محمد الدايخ اللي عملوا مرحبا دوله بلشوا كمان ويب سيريز، بلشوا على اليوتيوب وهيك قصص صغيره سكتشات، بعدين اجت محطه اخذتهم عندهم شيء. يعني هيدي شغلة يعني بتمنى تصير أكتر بمصر. بمصر ما كتير بتصير لأنه قصة الإنتاج كمسلسل شوي معقدة يعني. بس إنه بتضل في خطوة بالسينما أكتر، يعني إذا واحد عنده قدرة إنه يعمل فيلم قصير أو حتى ويب سيريز ويحطه على اليوتيوب خلينا نبقى ممكن تكون. متفقين، انت دلوقتي مش قادر توصل، انت دلوقتي مش قادر اشتغل. يا فاهم قصدي ازاي؟ عمل شيء. اعمل يا فيلم، يا اعمل فيلمك ونزله على اليوتيوب، اعمل فيلمك ونزله على تويتر وعلى فيسبوك وعلى بتاع. خلي الناس تشوف. انا اوقات كتير يجيني يعني بيوصلني حتى من مصر، بيبعتوا لي انه مثلا في مجال تقرا السكريبت تاعنا او شيء. عن جد ولا مره اي تيرن ذم داون، لانه بالنسبه لإلي يعني اول شيء بحب شوف شو عم بيعملوا، او شو اللي عم يفكروا فيه. ثانيا انه او ثلاث ارباع الوقت بقول له عن جد اعملها. اوقات بساعدهم انه يخففوا شوي من لانه بيكون في فكره كثير كبيره. بحاول انه ساعدهم يقللوا شوي انه بيكون عشان تنفيذ مشهد هيبقى ايه بيكون مشهد فيه حشود مثلا 500 شخص. أيوة. قام داون 50. فانه ايه بس انه بحب يعني بحس انه this is اوقات هلا the only way انك تكتشف مواهب جديده. وانت كمان كحدا مبلش مثل ما قلت you do your work وتحطه على الببليك وتشوف ساعتها شو بيصير. بالظبط. yeah. فيعني انا الفيلم ده احنا ممكن يكون بس بعدنا عن الموضوع شويه، بس هو بجد هو ده اساس الموضوع. اتمنى يعني ان هو ده يكون يعني حاجه كده تخلي الناس تحلم تشتغل. yeah. محدش عارف اللي هيحصل بكره. لو صايرة كتير قبل Paranormal Activity Blair Witch Project، كل هيدي examples على ناس أخذت. على فكرة مارك دوبلاس اللي هو معه بالفيلم دوبلاس براذرز جيك ومارك، ما هن بلشوا هيك، جمعوا من أهلهم 20-30 ألف دولار وقتها، وراحوا اشتروا صيغة فيلم وعملوا فيلم وودوه على سان دانس وبلشوا يشتغلوا عليه. وصار بعدين عندهم منظومة إنك أنت وهذا موضوع طويل. the way they do their films الاندبندنت فيلمز هن تاعتهم طريقه كتير ذكيه دوبلاس براذرز، عشان هيك عملوا كتير افلام بطريقه يعني عن جد كتير رخيصه، وبعدين الكل بيرجع بيستفيد مش بس اللي المنتج. يعني في طرق في يعني في حاجات كتير. واحنا لسه كنا لسه متفرجين على ريدي اور نوت، والاثنين مخرجين بتوع اللي عملوه، اللي عملوا سكريم وعملوا افلام اكتر، كانوا برضه بادئين من على اليوتيوب. يا
القراءة اسمها روب ماتن وبوب حاجة كده، يا وبيعملوا فيديوهات عبيطة تمام؟ عبيطة شورتس كده عاملين منها سلسلة وبتاع. اشتغلوا يا جماعة. يا عشان بدي اعطي اكزامبل كمان عربي مؤخرا لفت لي نظري كثير. خلينا نحط اسمه، مخرج حكاية نرجس، سامح حلاق. سامح علاء. سامح علاء. من شورت، بلش من شورت راح على كان فترة طويلة. حدا شاف فيه الموهبة، محمد بشيش اخد كان المنتج، كمان اخد جايزة اخذ كان. كان ايه. بس انه الفكرة الفيلم تاعه الصغير يعني في فكرة accessible وعملها ووصل يعني وعلى فكرة دايما. انا حتى لما اتفرجت على الفيلم، انا اتفرجت على الفيلم بتاعه ده على فكرة هنا في قطر، كانوا عارضينه في السينما، كانوا جايبينه برافو. كانوا عاملين يوم في حاطين 5 افلام شورتس او حاجه او 6 افلام شورتس حاجه كده، عاملين بروجرام افلام عربيه كلها من السودان ومن مصر ومن قطر ومن الامارات كده يعني، وكان فيهم الفيلم بتاع سامح. فانا انا شفته في قاعه سينما، ويعني انا طالع عندي ممكن كومنتس او عندي حاجات على التنفيذ، بس هو مين there is something مين يهتم شيء الفكره؟ yeah. فاهم قصدي ازاي؟ بس الفكره انا اشتريت الفكره، انا وصلني هو عايز يقول ايه، فاهم قصدي ازاي؟ وهو ده المهم، هو ده المهم. بعدنا شوي عن افلام مع شوية ايوب، بس يعني معلش بس انا بجد انا سبب كبير من اهتمامي بموضوع باك رومز ده في القصه بتاعته، في الناريتيف بتاع يا كيف انعمل وليه وصلنا له. بالظبط. اتمنى ناس كتير تاخد الخطوه وبلاش بقى نتكسف، وبلاش نقول لا انا شغلي مش احسن حاجه، وبلاش نقول مش عارف ايه. وفي ناس سمعاني دلوقتي وعارفه كويس قوي نفسها، ناس سمعاني دلوقتي ومش هقول اسمها وعارفه كويس قوي وعندها افلام جاهزه للنشر، افلام حلوه، افلام تحفه، وخايفين يعرضوها علشان الناس ممكن تقول ايه، اصل لا ده انا ممكن اعمل احسن، اصل مش عارف ايه. يعني يا لا لازم ده كله يعني مهم يعملوه ويحطوه and then we'll see. يعني انا مثلا هلا عندي خوف كثير من الفيلم الثاني، احنا بنحضر لفيلمنا الثاني انا واختي يعني والتيم اللي عمل ارزه، بس it's scary. يعني الخطوه الثانيه اوقات اصعب من الاولى، بتخوف شوي. بس يعني we are doing it، يعني شو ما صار يعني انه خلص. بس انه يا باشا لو 50% من حلاوه ارزه احنا هيبقى اتفضل. يعني بجد انت عارف، والله انا عارف ان ساعات الكلام بيبان ان انا يعني عشان بجاملك وعشان انت صاحبي وعشان انت قدامك، بس بجد ارزه. خلينا بقى يعني معلش انا اركن انت على جنب شويه يا جماعه، اللي ما اتفرجش على ارزه اتفرج عليه. انا هتكلم على ارزه كتير، ممكن حتى مش كتير كفايه، لان هو فعلا فيلم حلو. اللي عايز يشوف لبنان بجد، اللي عايز يشوف لبنان من عيون لبنانيه يروح يتفرج على ارز. ده كمان ترشيح كده في وسط الكلام بتاعنا. فيلم فعلا حلو، فيلم اصلي. عارفين معنى كلمه فيلم اصلي؟ ف يعني لا انا ما يعني لغايه دلوقتي بستغرب قد ايه في بمصر، مع انه ما انعرض تجاريا بمصر ولا في الخليج ولا في حته للاسف، من تقصير من شركه الانتاج للاسف. بس anyway مهم. بس still عم بيلاقوه، يعني عم بلاقي التعليقات على لتر بوكس وعلى هيدا من المصريين. فبنبسط كتير، بفرح كتير انه عم بيلاقوا للفيلم طبعا. بجد المشترك بيننا اكتر بكتير حتى من اللي احنا واعيين ليه. يا فاهم يعني اكتر بكتير قوي من اللي احنا واعيين. انت ممكن تتفرج على فيلم لبناني تقول انا حاجز اللهجه، طب مش هفهم هو بيتكلموا عن ايه، طب اللي مش يعني للمفاجاه انت هتريليت مع كل حاجه بتتقال. انا علشان كده بحب الافلام اللي زي دي، علشان كده بحب لما بلاقي فيلم سوداني او فيلم. كان في وداع عن جوليا من فتره قريبه طبعا، كان في يعني في حاجات كتير بتلاقي انت لا يا جماعه انا فاهم وفاهم مشاعرهم، فاهم هم بيتكلموا في ايه، وفي مشترك بيننا كتير جدا في الافكار وفي الاغاني وفي طريقه الكلام وفي طريقه التفكير. حاجات كتير قوي. والكومن دومينيتور بين كل العالم العربي اساسا هي يعني السينما المصريه، ونحن اساسا كلنا خاصه يعني اللي بيحبوا السينما وهيك واللي بدهم يشتغلوا فيها، ما معقول ما يكون انك انت بشكل او باخر ما بتاثر بالسينما المصريه. فات اول كمز تو سيركل. طب ليه نحن تاثرنا فيها؟ لانه كمان شفنا حالنا فيها.
فاوقات هي بس انه منا اكسسبل، يعني السينما اللبنانيه او بغير دول توزيع فيها للاسف ما بيصير متوفر مثلا بكل مصر يوزعوه للفيلم. فعشان هيك ان شاء الله على المنصات وهيك هذا عم بيغير الموضوع شوي، عم بيقرب الناس لبعضها اكثر، والثقافات السينمائيات التانية يعني. ف we'll see. يس يعني بعدنا شويه عن الموضوع، بس انا حابب ان ده يبقى اخر كلامنا في الحلقه. فيصل، انا مهما قلت انا مبسوط بالوقت اللي احنا قعدناه مع بعض ده قد ايه. انت عارف وانا اكثر يعني انت عارف انا بعزك قد ايه، وعارف انا بحبك قد ايه. انا اكثر. بس يعني كمان الكلام معاك انا عمري ما بمل منه، عمري ما بزهق منه. سيم والله حبيبي، سيم. شكرا على وقتك وشكرا يعني ان انت لبيت الطلب اني تايم، اكيد اي وقت اي وقت حبيبي. ثانك يو كثير. وبي موفيز يعني من التشانلز انا قلتها، انا دائما ببعث لك انه انا عم بسمعها اوقات كثير، لانه بحط الحلقات باليوتيوب على السياره وبسمع البودكاست اللي بكون عم بسوق، لانه لما تنزل بكون بدي اشوف الحلقه او اسمعها. فيعني بكل الحالات وذر سمعها او لما اشوفها بكون مبسوط فيها. سو ام فيري هابي انه انا معكم يعني. هتتفرج على الحلقه ديت ولا انا خسرت كده؟ لا. 1 فيو. ما بحب اشوف حالي يعني للاسف، ولا اسمع حالي يعني. الله يكون بعون اللي عم بيسمعوا. لا متاكد. متاكد الناس كلها هتحب الحلقه زي ما انا حبيت وانا بتكلم معاك. اتمنى يعني ان احنا نكون خفاف ولطاف على قلوبهم ان شاء الله. وشربيني اكيد يعني منور الحلقه بالنص يعني. شكرا يا استاذ شربيني، شكرا يا استاذ شربيني على السيجمنت الجميل اللي احب نكمل معانا ان شاء الله في الحلقه الجايه. انا السلسله دي بحبها على قد ما بحب الناس اللي بيكونوا موجودين معايا فيها، وان شاء الله هتفضل مكمله. واي حد بيتفرج علينا وصل لغايه هنا، احنا كمان بنحبك. شكرا، ولحد ما اشوفكم المره الجايه. سلام.